السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الدفعة 2026 طلاب السادس الإعدادي بالفرعي العلمي والأدبي. إن شاء الله تعالى بالأيام القادمة راح تنفتح الاستمارة للقبول على الكليات، كليات التربية، كليات يعني جميع الكليات جميع الفروع. فإن شاء الله تعالى تقريبا بشهر التاسع يعني تنفتح الاستمارة. من هسه كون على استعداد وكون على ترتيب الاستمارة لأن هذه مصيرك. يعني أنت هسه حاليا حاول تطلع على على القبولات المركزية للعام الماضي 2025. نطلع على الكليات وعلى المعدلات، يعني المعدلات اللي كانت مثلا بالمحافظات بنفس المحافظة مالتك. يعني شوف انت الكلية اللي راح تكون تريدها تخلي استمارة مسودة، تجيب ورقة وتكتب تقريبا 25 كلية مسودة. انت بعد ما كتبت هذه المسودة وشفت الكليات اللي تريدها وخليتها وتكون قريبة على معدلك، وقت التقديم ما تحير، لأن انت إذا تجي يمي أو غير مكان تروح تقدم راح تجي تظل واقف نص ساعة أو شي، تحتار هي تخلي أول يا تخلي ثاني. فأنت الأفضل لك بهذا الأيام قبل افتتاح الاستمارة انت لازم تشيك امرك شلون بخصوص الاستمارة. يعني تجيب القبولات المركزية العام الماضي 2025 موجود ملف PDF، حتى اذا تريدون ان شاء الله تعالى راح انزل لكم على التليجرام تلقيه، وتلقيه بالواتساب ان شاء الله. بالواتساب همي قناة الواتساب، او تلقيه بالتعليقات. راح انزل لكم واطلع على القبولات المركزية للعام الماضي بالمحافظة، يعني داخل المحافظة وخارج المحافظة، يا أيهم المكان اللي تروح بيه تطلع على المعدلات مالته إن شاء الله تعالى. الخطوة الثانية هي الأهم، إنه أنت من تجي تقدم لا تخلي مثلا أبو مكتب، يعني إذا تقبل منه نصيحة ما يخالف، بس لا تخلي أبو مكتب مثلا يخلي لك عشوائي. هسه تقول لي شلون يخلي لي عشوائي؟ لأن أبو مكتب مثلا يقول لك يخلي لك أول 5 كليات أو 3 كليات اللي تريدهن، والباقي حشكهن. يعني حي الله كلية خليها قريبة على معدلك وهي. يعني هسه أنت مثلا إحنا نقول يعني خلينا نجي من المعدلات العالية على المعدلات الناصية. مثلا أنت معدلك معدل 95، تمام. ما راح تنقبل انت لا كلية تمريض، العفو، لا كلية طب، ولا كلية طب الأسنان، ولا كلية الصيدلة. هذا النهاية معدل 95 ما يوصلك على هاي الكليات. يجي ابو مكتب يقول لك خلي كلية الطب، خلي كلية طب الأسنان والصيدلة بالأول. لا، ما هذا شيء مو صحيح. الاشياء اللي تقربك على معدلك تخليها. مثلا نقول كلية التمريض تخلي، مثلا اذا تريد يعني بالشيء خاص بالطبيات تخليه اول واحد. تخلي مثلا كل كليات التمريض الاربع محافظات 5 قريبة عليك اللي انت تريد تطلع عليهم. تجي المعاهد الطبية مثلا، تجي بعدها الهندسيات، بعدها الاشياء اللي زينة لك وعلى معدلك تخليهم. بعدها تجي الكليات التربية وما أشبهها. فنصيحة جدا مهمة إنه أنت لا تستعجل بالتقديم، لا تستعجل بالتقديم. ترى هذه هو مصيرك بهاي الاستمارة، وراح يحدد كليتك بهاي الاستمارة. مثلا أنت قدمت، بعد ما قدمت مثلا معدلك 90، تنقبل بالهندسيات وأنت طلع لك تربية. من طلع على التربية راح تقول أني معدلي بالتسعين، إيش جابني على التربية؟ يعني إذا أنقبل هندسيات، الهندسة مثلا هندسة مدني، هندسة نفط، هندسة كهرباء، هاي ما أشبه من كل أنواع الهندسة. راح إما تأجل السنة أو تنتظر يعني السنة الجاية تقدم مع دفعة 2027. فالأفضل لك، الأفضل أنت تكون على استعداد للاستمارة. ترى هاي الاستمارة ايش قد درست انت، تعبت من بداية السنة إلى نهاية السنة. على انت تعبت على تكون بمكان مميز ومكان مقابل معدلك اللي انت تعبت بيه. فلا تكون بحالة استعجال
بالتقديم. وإن شاء الله تعالى أني راح أنزل فيديوهات يعني متسلسلة بخصوص أنواع الكليات والتقديمات والمعاهد وهاي تفاصيل إن شاء الله تعالى راح أشرحها بالكامل. ومن فتح التقديم تعال علي، إن شاء الله تعالى عندي خبرة بالتقديم بخصوص الاستمارات، وانصحك إن شاء الله بالتقديم الصحيح إن شاء الله تعالى. مكتب محمد ناظم، ناحية النمرود، قرية العاقوب. رقم الموبايل 037 17196997 إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.